كنا فاكرين اننا بنتعلم بس خلال فترة الدراسة، بس لقينا نفسنا بنتعلم من كل حاجة حوالينا، من الكتب والفيديوهات والتلفزيون والناس اللي بنتعامل معاها، المواقف اللي بنمر بيها، اي حاجة بتقابلنا بنتعلم منها. ده احنا حتى ممكن نتعلم من الورقة اللي معمولة قرطاس للطعمية. ساعات عيننا بتقع على حاجة معينة تلفت نظرنا وتلاقينا بنفتح الورقة وعايزين نقرأ ونعرف ايه اللي مكتوب عليها. المهم ان التعلم ده عملية بتستمر معانا طول العمر، ما بتقفش نهائيا طالما احنا عايشين، وكل يوم عندنا فرصة جديدة لمعرفة اكبر وحياة افضل، بس احنا نستغلها صح. طيب ما طالما احنا كده بنتعلم طول الوقت، ودي حاجة خارجة عن ارادتنا، هنتعلم شئنا ام ابينا، يبقى ليه ما ننظمش عملية التعلم دي ونحدد الحاجات المفيدة لينا والمعرفة اللي هنسمح لها تدخل عقلنا بس. وعلى فكرة في اوقات كتير قوي ممكن نستغلها من غير ما تأثر على مهامنا اليومية ولا مسؤولياتنا. زي ايه؟ زي وقت ما بنكون راكبين العربية او المواصلات ورايحين شغلنا او رايحين مشوار او رايحين نشتري حاجة او نوصل الولاد، الوقت ده كله ممكن نستغله. او وقت شغل البيت زي وقت المطبخ، وقت ترويق البيت، وقت ما بنعمل الاكل، وقت ما بنغسل المواعين، وقت المهام اللي بنعملها في البيت دي كلها ممكن نستغلها ان احنا نتعلم مهارات جديدة او معلومات جديدة. الوقت اللي بنضيعه في الفرجة على التلفزيون والمسلسل الهندي وحاجة تجيب حاجة، او الوقت اللي بنقعد على النت فيه ونقعد نقلب فيديو ورا فيديو وحاجات كلها احنا بننساها ولا بتفيدنا اصلا في حاجة خالص. يعني لو جينا في الاخر نفكر كده هنلاقي ان احنا ما خدناش اي معلومة مفيدة في اليوم. يعني فعلا الحاجات دي بتسرق وقتنا وبتسرق عمرنا كله من غير اي فايدة. تخيلوا الوقت ده كله لو استغلناه صح، ان احنا نتعلم ونتقن مهارة جديدة، او ان احنا نعرف ازاي نطور من نفسنا في شغلنا، او ازاي نكون اب او ام احسن لاولادنا، ازاي ننظم حياتنا ونستغلها صح، ازاي نعبد ربنا صح ونعرف ديننا صح. تخيلوا كم التغيير اللي هيحصل في حياتنا وقتها. تعالوا كده نفكر شوية، هنلاقي ان اي صاحب شغل ما بيدفعش للموظف مقابل وقته، لكن مقابل قيمة الوقت ده، مقابل المعرفة والمهارة اللي عند الموظف ده وبيقدمها للشغل في الوقت ده. عشان كده هتلاقوا الأجور متفاوتة وفيها اختلافات كبيرة من وظيفة للتانية. هتلاقوا ناس كتير بتصرف على الأكل والشرب والعربيات واللبس والخروجات وكل حاجة مبالغ كتيرة جدا، لكن ما بيصرفوش حاجة على تنمية عقولهم. في حكمة صينية بتقول القراءة بالنسبة للعقل زي الرياضة بالنسبة للجسم، وإن الشخص المتعلم اللي ما بيقراش مش أحسن حال من الشخص اللي ما بيعرفش يقرأ أصلا. تخيل إنك كل كتاب بتقراه بيخليك تتواصل مع كاتب الكتاب وتقرأ أفكاره وتستفيد من تجربته في الحياة على الجاهز كده. تخيل إنك تقدر تتحاور مع أشخاص من أجيال تانية أنت ما عاصرتهمش من خلال كتبهم. طب في متعة أكتر من كده؟ بعد 5 سنين من النهاردة هتكون نفس الشخص زي ما انت، كل اللي هيختلف هي الكتب اللي هتقراها والمعرفة والعلم اللي هتكسبه في الفترة دي. ودلوقتي بقى بعد ما عرفنا أهمية ان احنا نتعلم مهارات جديدة وأهمية ان احنا نكسب معرفة جديدة وأهمية ان احنا نطور من نفسنا ومخنا وما نضيعش وقتنا ونستفيد من كل لحظة في حياتنا. 1. استثمر وقتك في سماع دروس ومحاضرات ومعلومات مفيدة وفيديوهات مفيدة. اتعلم دايما وانت بتعمل اي حاجة تانية، اتعلم، اوعى تضيع وقتك بدون فايدة. 2. اشتري كتاب، اقرأ في اي مجال تحبه للكاتب اللي بتفضله على الاقل 20 دقيقة كل يوم. انت ممكن تفوت وجبة اكل بس اوعى تفوت وجبة عقلك من القراءة. 3. اتعلم لغة جديدة او مهارة جديدة بالتدريج. لو كل يوم اتعلمت كلمة واحدة جديدة من القاموس، شوف في خلال سنة هتوصل لفين. 4. خلي هدفك انك تكون ممتاز في شغلك ايا كان شغلك ايه، حتى لو شغل البيت او دورك كأب او دورك كأم. اي ساعة اضافية عن وقت شغلك هتستغلها عشان تطور نفسك، هتكون استثمار لمستقبلك. 5. اصحى دايما بدري نص ساعة عن ميعادك وسميه وقت الافكار. ادي لمخك الفرصة انه يبتكر افكار جديدة بدون قيود، ودون كل فكرة جديدة مفيدة تخطر على بالك. 6. احتفظ بمفكرة صغيرة وقلم جنب السرير ودون اي فكرة تخطر على بالك في اي وقت من الاوقات، لانها في الغالب هتكون هدية من عقلك الباطن. 7. اسأل نفسك كل يوم في بداية يومك اقدر اعمل ايه النهاردة عشان احسن من نفسي. 8. قبل النوم اسأل نفسك لو عشت يومي تاني ايه اللي هقدر اعمله بطريقة مختلفة عن اللي حصل فعلا. اسمع يومك وهو بيقولك يا ابن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وفي